التسريب صدفة ولا قرارات؟ أنا مقتنع إنه قرارات. التسريب مش بيحصل فجأة، التسريب بيحصل لما قرارات مهمة ودقيقة ما تتخذش صح أثناء إجراء العملية. صحيح في نسب عالمية للتسريب متعارف عليها ومكتوبة في الكتب، لكن خبرة الجراح ومهارته جوه غرفة العمليات ممكن تحافظ على النسب دي، مش بس كده ممكن كمان تقل عن النسب العالمية في بعض الأحيان. من الحاجات المهمة اللي بتعتمد على خبرة الجراح إنه يفهم الوصف التشريحي للمعدة، إن يبقى فيه نسبة أمان محسوبة، إن منتصف المعدة ما يبقاش ضيق، إن الوصلة ما بين المعدة والمريء لازم تكون بعيد شوية، نعمل تغليف للنقط الضعيفة اللي موجودة عشان خاطر ما يحصلش منها تسريب، استخدام الأدوات الأصلية مش استخدام الأدوات الكوبي اللي بقت منتشرة عشان تقلل التكلفة. كل دي عوامل بتحدد نسبة نجاح العملية. تقليل مضاعفات السمنة مش إجراء واحد، ده منهج جراحي كامل مش بيشوف تفاصيله غير الجراح اللي عنده خبرة. علشان كده نجاح عمليات السمنة ده نتيجة قرارات دقيقة بتبدأ من هنا، من داخل غرفة العمليات.